السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في القناه، فيديو جديد ووصفه جديده. وصفه اليوم غادي نديروا وجبه عشاء سهله جدا، كتحضر في واحد الوقت وجيز ومكونات اللي هي يعني بسيطه جدا. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم ديروا لايك وتشتركوا في القناه بالنسبه اللي مازال ما مشتركينش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال جميع فيديوهات القناه. اذا خليكم مع الوصفه وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه يعني ما فيهاش مكونات كثيره. عندي بطاطس، عندي واحد 5 ديال الحبات ديال البطاطس اللي قشرتهم وغسلتهم. غادي نخليهم حتى كينشفوا وغادي نحكهم في الحكاكه اللي هي غليظه. صافي غادي نحك هذيك البطاطا. بالنسبه للبطاطا راه هي خضراء يعني ما طيباش، يعني غير نقيتها قشرتها وغسلتها وغادي نحكها وهي خضراء، يعني ما غاديش نسلقوها. صافي هنا كنحكها هكا في الحكاكه هنايا الغليظه. غادي نحك هذوك الخمسه ديال انا درت 5 ديال الحبات ديال البطاطس. شفتوا الحجم ديالهم يعني ما كبيراش بزاف، متوسطه. الا كان عندكم بطاطا كبيره الحجم فغادي ديروا اقل. صافي انا غادي نحك هذيك البطاطا حتى كنكمل هذيك لا كونتيتي عندي، يعني دوك الحبات كاملين اللي عندي ديال البطاطا غادي نحكهم هكا بدون اضافات. ومن بعد غادي نشوفوا باقي الوصفه. من بعد هنا مني كملت هذيك الكميه ديال البطاطا اللي عندي، غادي ندير واحد المصفات غادي نصفيها، لان البطاطا ملي كنحكوها راه كتطلق الماء، فغادي نحطها هنا في واحد المصفات. غنضغط عليها شويه هكا بهاد لاسباتول باش كتطلق هذيك المياه. غنخليها هنا جانبا وغادي نمشي نخلط المكونات اللي غادي نضيفها للبطاطس. بالنسبه للمكونات اللي غادي نضيفها غناخذ هنا واحد لوبول وغندير واحد البصله اللي هي متوسطه. غادي نقطعها شرائح طويله، يعني ما غاديش نقطعها مكعبات وانما شرائح طويله. بالنسبه للفلافل عندي هنا الفلافل الالوان، يعني الخضر والاحمر والصفر، حتى هي نقطعها شرائح رقيقه جدا، يعني كنديروا شرائح رفيعه وكتكون طويله. يعني نفس الطريقه اللي قطعت بها البصله غنقطع بها حتى الفلافل. هنا غادي نضيفوا شويه الملحه شويه البزار. يعني هاد جوج ديال التوابل، غير الملحه والبزار صافي باش غادي نتبلوهم. غادي نضيف هنا 3 ديال البيضات على هاد المكونات. اذا نخفق هنا او غادي ندير هنا 3 ديال البيضات. ممكن نخفقوهم عاد نضيفوهم، انا غير ضفتهم هكا من بعد خلطتهم مع البطاطا. هنا جبت هذيك البطاطا اللي يعني هنايا نشفات من الماء، يعني هبط لي هذاك الماء كامل اللي فيها، ضروري كنشفوها هنا من الماء باش ما كتطلقش لينا الماء. صافي من بعد هنا ملي طلقات الماء كنضغط عليها هنا شويه بلا سباتيل، الا بقاو شي قطرات ديال الماء فيها صافي كيهبطوا. لاحظوا ان البول هنا راه هبط فيها الماء ديال البطاطا. صافي من بعد غادي نضيفها على هذوك المكونات. غادي نخلط الكل جيدا حتى كتمزج ليا هذيك البطاطا مع البيض ومع كتخلط مع المكونات الاخرى يعني كتشرب هذيك التوابل اللي ضفت الابزار والملحه. فضروري نخلطوا المكونات جيدا مزيان مزيان حتى يعني تنسجم مع بعضياتها. وهنا راه الا شفتوا ضفت خديت واحد الطاوه ديال الفرن ودرت ليها ورق الطبخ، يعني فرشت عليها واحد ورق الطبخ وهي اللي غادي نطيب فيها هاد العناصر اللي خلطت. هنا ممكن تستعملوا اليد باش تخلطوا مزيان هذوك المكونات. بالنسبه لهاد الورق الطبخ فعلا كان نوعيه جيده، فانا غادي نرشوه هنا بالزيت. واخا هذا راه نوعيه جيده يعني ما كيلصقش، ولكن يعني الاحتياط نرشوه بشويه ديال الزيت، فلا كان نوعيه جيده راه ما كيلصقش نهائيا. صافي هنا رشيتو شويه ديال الزيت. ضروري كنرش هذاك يعني الصفيحه كامله، كنرش هذاك الورق ديال الطبخ كنرشو كامل بشويه ديال الزيت النباتي. ومن بعد غادي يعني كنسرح شويه هذاك الزيت باش هكا كياخذ ليا يعني الورق كامل. من بعد هنا ما دهنت يعني الصفيحه كامله دهنتها بالزيت. غادي صافي هنا كنحط هذاك المكونات اللي خلطت وغادي نسرحهم بشكل متساوي على هذيك الطاوه اللي غندخلها للفرن. يعني ضروري كنسرحوهم مزيان وكتجي طبقه اللي كتكون مسرحه. كنحاول انني نبسطهم ما امكن وكنسرح هذوك
بالنسبه للفلافل راه الا بانت لكم مجموعه يعني في بلاصه واحده راه كتفرقوها هكا شويه باش كيجي هذيك الطبقه متساويه. صافي هنا كتبان ليا مثلا هنا الفلفله مجموعه في شي بلاصه كنفرقها هكا باش كتجي مقاده، ومن بعد ما بسطتها مزيان وضغطت عليها بشويه بهذيك لاسباتول. هنا الفرن راه شاعل يعني سخون، غادي ندخلها تقريبا ما بين 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه، يعني على حسب الفرن ديالك. شعلت عليها انا من الفوق ومن التحت ودرت المروحه هكا باش كطيب مزيان، وخلوها حتى كيدهب اللون ديالها، يعني حتى كطيب مزيان وكيدهب اللون ديالها عاد كتخرجوها من الفرن. يعني ما كتلتزموش بالوقت، راه كيبقى كل وحده والفرن ديالها، ولكن المهم انها كطيب مزيان وكتبان لكم بدا اللون ديالها كيذهب. هنا عندي واحد المقلاة اللي درت فيها شويه ديال الزيت، ودرت واحد البصله اللي شلطتها هنايا قطع صغيره جدا. الفلافل ملونه حتى هي، هنا ما درتهاش شرائح وانما قطعتها قطع صغيره جدا، حيت هذه غنديرها يعني بحال الحشوه او غندير واحد لافارس، يعني كنقطع المكونات قطع صغيره جدا. غادي نحرك شويه هاد الفلافل هي والبصله غنديرهم نحركهم شويه في المقلاة مع هذاك الزيت حتى كيبداو شويه كيطلقوا شويه كيدبالوا شويه. من بعد غادي نضيف لهم الدجاج. بالنسبه للدجاج راه درت تقريبا واحد 250 غرام ديال القطع ديال الدجاج. غادي نحرك هذاك الدجاج مع مع البصله والفلافل حتى كيطيب. صافي كنبقى هكا كنحرك فيهم وغنخليه حتى كيطيب مزيان. عاد من بعد غادي نضيف ليه التوابل. هنا راه حكيت واحد درس ديال الثوم، درت هنا واحد درس يعني كبير شويه. صافي غادي نحكو هكا وغادي نطيبو هكا مع الدجاج. ضروري ما كنديرو شويه ديال الثوم هكا كنسمو بها في الدجاج. صافي من بعد هنايا مني حكيت هذاك الدرس ديال الثومه غادي نحرك هكا نكمل هذاك الدجاج في الطياب. من بعد هنا ما طاب ليا الدجاج صافي هنا ما بقى لي والو غادي يطيب. ضفت شويه ديال القزبر والمعدنوس اللي مقطعين، وغادي نضيف شويه ديال الملحه. الملحه راه كتبقى على حساب الذوق. غنضيف شويه ديال الابزار حتى هو على حساب الذوق. دائما التوابل راه كتبقى على حساب لا كونتيتي اللي مطيبين. غادي نضيف ايضا شويه ديال الفلفل الاحمر حتى هو شويه يعني على حسب الكميه. وضفت شويه ديال السكينجبير. صافي وغادي نحرك مزيان حتى كيتشرب ليا هذاك الدجاج. غيتشرب ليا التوابل، يعني هنا راه طاب الدجاج صافي غير غنحركو شويه هكا مزيان باش يتشرب ليا مزيان هذوك التوابل. من بعد غادي نضيف شويه ديال الجبن المبشور. بالنسبه للجبن راه كتستعملوا اي جبن عندكم. انا درت شويه ديال الجبن الاحمر حكيته، وايضا شويه ديال الموتزاريلا حتى هما خلطتهم هكا باش كيعطينا ديك التعليكه وكيعطينا ايضا لوغو. حتى هو راه كيجي لوغو في هذوك لافارس كتجي لوغو يعني زوين. صافي غادي نحرك هنايا غير شويه هذاك الجبن مع الحشوه وغادي نطفي عليه. غنخليه هذه هي يعني لافارس ديالنا اللي غادي نعمرو بها هذيك البطاطا اللي درنا في الفرن. بالنسبه للبطاطا هنا صافي خدات تقريبا واحد نصف ساعه. اذا غنخليوها حتى كيذهب. بالنسبه لهنا انا راه مصوره بالليل يعني ما بانش اللون ديالها مزيان، ولكن راه يعني اللون ديالها راه كيكون مذهب. كنخليوها حتى كتشد اللون ذهبي يعني كتحمر مزيان وكطيب. عاده كنخرجوها من الفرن. هنا حيت صورت في الليل يعني ما بانش اللون مزيان، الاضاءه يعني ناقصه وما بانش اللون ديالها مزيان. المهم كنخليوها حتى كطيب مزيان كيذهب اللون ديالها. غتقطعوها على حسب الكميه اللي بغيتو. انا قطعتها على 4. الا كانت عندكم شويه طاوه كبيره راه ممكن تقطعوها حتى على 6 ديال الاطراف. انا قطعتها على 4. وهذيك الحشوه اللي درت حتى هي قسمتها على 4 ودرت كل يعني كل ربع درته في هذاك الطريف ديال هذيك البطاطا اللي خرجتها من الفرن. صافي درت هنايا في الجانب وغادي نلويها هكا بهذه الطريقه. صافي عمرت بها وغادي يعني غندير عمليه ديال الطي. هنايا كنطويها هكا بهذه الطريقه وصافي. وغنخليها هنا غير في هاد يعني غير في هاد الصفيحه هي اللي غنرجعها للفرن يعني في نفس الصفيحه. نفس الطريقه غادي نعمر هذوك لي بارتي اللي عندي كاملين. يعني كل بارتي كنعمرها بهذيك الحشوه ديال الدجاج وكنطويها بنفس الطريقه.
كتدخلوها شويه للفرن. الا كانت باقا يعني ما محمراش مزيان ممكن تدخلوها للفرن حتى كتحمر مزيان، عاد كديروا ليها الجبن من الفوق. الا خرجتوها حتى حمارت مزيان يعني تحمرات، راه غادي ديروا ليها شويه ديال الموتزاريلا. انا درت شويه ديال الموتزاريلا من الفوق صافي ودخلتها للفرن. خليتها واحد شويه في الفرن حتى داب هذاك الموتزاريلا من الفوق، وزينتها بشويه ديال القزبر والمعدنوس اللي مقطعين. كتجي لذيذه يعني، وكتجي وصفه يعني مختلفه على الوصفات اللي كنحضروا، ويعني سهله في التحضير، ما كتاخذش وقت بزاف، دغيا دغيا كتوجد. وحتى المكونات راه يعني بسيطه صحيه، يعني ما فيهاش لا قليل، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي هي يعني طايبه غير في الفرن، وسهله التحضير، وكتجي كوجبه يعني خفيفه وكتجي لذيذه بزاف. صافي هنا من بعد ما درت شويه ديال الموتزاريلا من الفوق غادي ندخلها للفرن. يعني كندخلها تقريبا غير شويه، يعني ماشي بزاف، كيذوب هذاك الفرماج وكيزيد كيحمر اللون ديالها من التحت صافي، وكنخرجها. من بعد مني خرجتها يعني كنقدموها هكا وهي سخونه، يعني كنتقدم وهي ساخنه. صدقوني كتجي وصفه اللي هي يعني لذيذه، كنتمنى انكم تجربوها. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم ديروا لايك وتشتركوا في القناه بالنسبه اللي مازال ما مشتركينش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال جميع فيديوهات القناه. اذا كنشكركم على حسن المتابعه، وكان نقول لكم مرحبا بالمتتبعين الجدد والمشتركين الجدد اللي دخلوا عندي القناه. شكرا لكم، والى فيديو قادم بحول الله.